بالله عليكم، يعني أنا يعني باحلّفكم واستحلفكم، إحنا لو جبنا التورتاية القمر بوكيه الورد البناتي دوّة ال الرقيق الفظيع الcute ده، لو جبناه من برّه هيكلّفنا كام؟ يعني بجد، يعني إحنا عملناه في البيت، يعني ما يجيش بربع أو تِلت تكلفة اللي هنجيبه من برّه، وحاجات كلّها الquality بتاعها عالي وجميل، ومش هتكلّفنا حاجة، بالمنظر ده كده لأعياد الميلاد، للمناسبات، للخطوبة، للاحتفالات. هي بُصّوا يعني حاسّاها بتاعة عروسة، هي بتاعة بنوتة بتاعة عيد ميلاد. فيعني المنظر بجد ولا أروع من كده، بمكونات بسيطة جدًا، مش مأفورة ولا أي حاجة، والألوان بتاعتها عادية، ما فيش أي افتكاسات فيها. ف يعني يا ريت تعملوا لايك عليها وتقولوا كومنت حلو، وتشوفوا الفيديو من أوله لآخره عشان نشوف إحنا طلّعنا القمر والكيوت دي إزاي. يالّا بينا على الفيديو بقى ونشوفه من أوله لآخره، ونعمل لايك عليه، ونعمل اشتراك للقناة، نشوف الفيديو من أوله لآخره، ما نسيبش ولا لقطة فيه، لإنه بجد هتستفادوا منه. يالّا بينا على الفيديو عشان نشوف التورتاية القمر بوكيه الورد البناتي ده العرايسي دوّة طلّعناه إزاي. يالّا بينا على الفيديو. ونسام بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا حبايبي الكيكة الإسبونج الفانيليا بتاعتنا. المقادير ديّة أنا عندي معلقة، هناخد من البيكنج باودر دوّة معلقة صغيرة مليانة، عندي 4 بيضات، عندي 200 جرام سكر، عندي 250 جرام دقيق أنا ناخلاه مرتين، عندي 100 مللي مَيّة ويا ريت تكون ساقعة، عندي معلقة صغيرة محسن جل وما ينفعش الإسبونج من غيره، عندي 35 جرام نشا، وعندي فانيليا. إحنا عارفين إن ما فيش ترتيب معين إن إحنا نحط الحاجة إيه الأول وإيه بعديها بالترتيب، كل الحاجات دي بنحطها في بولة. لو هتضربيها بمضرب الكهربا، أو لو تحطيها في البولة بتاعة العجان، فكل الخطوات دي بنحطها على بعض، أو كل المقادير دي بنحطها على بعض وبنضربها في المضرب الكهربا أو بالعجان، ولغاية ما نلاقيها بقت قوامها زي قوام الكريم شانتيه كده، بتكون جاهزة إن إحنا نصبها في القالب بتاعها. فأنا دلوقتي هاجيب العجان بتاعي وأحط الحاجات كلها فيه بدون ترتيب وهاشغله. أحط ذرة ملح صغيرة على الدقيق. أنا كده خلصت الخليط بتاعي اتضرب، شايفينه عامل إزاي؟ شايفين اللون بتاعه فتح إزاي؟ وده كله بسبب محسن الجل اللي هو من غيره ما ينفعش يتعمل إسبونج. أنا دلوقتي بقى هاجيب الصينية بتاعتي، أنا مولعة من أول ما بدأت الفرن، بنولعه على درجة حرارة 200، ومجهزة الصينية بتاعتي هاجيبها واصبها بقى فيها. أنا مبطناها من الجوانب ومن الأرضية بورق زبدة. كده أنا حطيت الكمية كلها بتاعتي في قلب الصينية أو القالب بتاعي، أنا مبطناه زي ما قلنا بورق زبدة على الجوانب وفي القاع بتاع الصينية عشان لما تيجي تعلى. فأنا هبدأ إن أنا أعمله بحركات عشوائية كده، دواير عشان خاطر تطلع الكيك بتاعنا، قالب الكيك بتاعنا متساوي وما فيهوش أي فراغات. وعايزين نتفق إن الاسبونج دوت ما ينفعش خالص يتعمل من غير محسن الجل، ومحسن الجل بيتجاب من عند اي محل بتاع مستلزمات حلويات. تمام. ولو عايزين الاسبونج ده بالكاكاو، بنشيل من الدقيق 30 جرام، وبنحطه مكانهم ال 30 جرام دول كاكاو. فانا خلاص كده عندي الصينيه بتاعتي او القالب بتاعي اصبح جاهز. هدخله بقى على الفرن المسبق التسخين على درجه 200، وادخله من 30 دقيقة ل 40 دقيقة، هنختبره بالخلة. وطبعا احنا مش الاسبونج مش بنستنى لغاية ما يحمر خالص، مجرد ان هو بس بنختبره بيستوي من المنتصف، بنختبره بالخلة بتطلع نضيفة، خلاص بنطفي عليه على كده.
انا طلعت الصينيه بتاعتي اهيت زي ما احنا شايفينها، والفتحه اللي في المنتصف ديت اللي هي مطرح ما انا اختبرتها بالخله وطلعت الاساوي ازاي دوت، بسبب اللي هي الحركات العشوائيه الدائريه اللي هي بالخله ديت. فانا هستنى عليها تهدى بس حوالي 10 دقايق كده ولا حاجه، بعد كده اطلعها من الصينيه من ورق الزبده. بعد كده بقى هلفها لما تبرد خالص بورق نايلون وهركنها لغايه ما ابدا ازينها. ويعني الاحسن لو مش مستعجلين بنعملها من بالليل ونزينها الصبح، او العكس بنعملها الصبح ونزينها بالليل. فانا استنى بس عليها تهدى شويه، بعد كده نطلعها وتبرد والفها في نايلون واركنها شويه لغايه ما ابدا ازينها ونزينها مع بعض طبعا. انا كده زي ما احنا شايفين كده الكيك جميل ازاي وابيض وناصع. انا كده نضفت الوش بتاعه من زفرة البيض. وزي ما احنا شايفين انا عندي السمك كده مناسب ليا، لان الصينيه احنا قلنا دي 24. فاحنا لو عايزين الكيكه اعلى من كده او طبقات اكتر من كده بنقل في مقاس الصينيه، يعني مثلا 20 او 22. فلو عايزه نفس الصينيه 24 مثلا وتبقى اعلى من كده في الطبقات، ممكن تضاعفي كميه المكونات او تضاعفي المقادير لو عايزاها اعلى من كده. فكده غلفت الكيك بتاعي بالستريتش. وهدخله التلاجة بقى لغاية ما ابدأ ان انا ازينه ونطلعه ونعمله سوا. حبيبي انا طلعت الاسبونج بتاعي اهوت لسه مغلف من التلاجة، هنقطعه مع بعض، هنفكه ونقطعه مع بعض. بصوا انا ما عنديش المنشار بتاع التقطيع، انا علمت كده الطبقات اللي انا عايزه اقطعها بالترانش، فهنقطعها بالترانش. حبيبي كده انا قطعتهم 3 طبقات اهم، بس الطبقه اللي في النص ديت طلعت رقيقه شويه، فطبعا هنعليها بالحشوه. تمام. انا هركنها بقى على جنب لغايه ما نعمل الكريمه بتاعتها. احنا طبعا هنعملها فانيليا. كده محضرة كوباية كريم شانتيه خام، وحطيت عليها ربع كوباية كريمة لباني. تمام. وكمان حوالي ربع كوباية سكر بودرة. وانا عندي هنا اهم حاجة عشان تخلي الكريم شانتيه بتاعنا ينجح. عندي مية فيها قطع تلج، هاخد منها كوباية وتلت واحطهم على السكر البودرة والكريم شانتيه. بصوا يا حبايبي انا عايزه اقول لكم معلومه، هي الكريمه بالشكل دوت هتنفع بس لل للفرد بس او للحشو بس، مش هتنفع للتزيين. فاحنا عايزين نعملها 2 في 1، يعني نعملها كريمه واحده، ما نعملش واحده للفرد وواحده للتزيين. فعلشان نوصل للنتيجه ان احنا نستعملها في الاتنين، في الفرد والتزيين والحشو كمان، هنضيف عليها معلقتين كبار كريم شانتيه. المرحلة دي بعد ما بنوصل للنتيجة دي هنضيف بقى معلقتين كريم شانتيه ناشفين كده بدون أي سوائل، ونبدأ نعيد ضربها تاني لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. احنا كده يعتبر وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه، والقوام ده ممكن ان احنا ننكهه بأي نكهة او نحط. وعايزة اوريكم بس كمية الكريمة اللي طلعت من الكوباية وربع كريم شانتيه. وده بيرجع ان الكريمة كل ما تكون جودتها عالية كل ما بتدينا كمية اكبر وتوفر معانا. انا كده جبت طبق وحطيت عليه القاعدة بتاعة
التورتاية، أي قاعدة عندنا كرتون، هابدأ إن أنا أحط حتة كريم شانتيه كده في نص القاعدة علشان خاطر تمسك أول طبقة، وهنبدأ نحط الطبقات مع بعض تمام ونشربها. أنا عاملة لها تشريبة شربات مغلي يا دوبك دقيقتين كده على النار، ومزوداه حبة لبن. أحشيها مانجا، أنا عندي مانجا مجمدة هي مفرزة، أنا قطعتها مكعبات وهبدأ أحشيها مع الكريمة. أنا عشان أسهل على نفسي توزيع الكريمة كده وأقدر إن أنا أفردها بسهولة، أنا حطيت جزء من الكريمة في كيس من بتاع التلاجة وفتحته فتحة من تحت، وهبدأ إن أنا أوزع أول طبقة من الكريمة. أنا هاحط بس عشان الطبقات تتماسك فوق طبقة المانجا دي طبقة كريمة خفيفة كده علشان الطبقة اللي فوق بتاعة الكيك تلزق فيها. برضه هنعمل في الطبقة التالتة نفس اللي عملناه، بس مش هنحط عليها أي حاجة بقى ولا فاكهة ولا مكسرات، هنجلسها بس من فوق كده ومن الجوانب. حبيبي بصوا زي ما انتوا شايفين كده أنا مش بروفيشنال قوي في التزيين بتاع التورتات، ده اجتهاد مني يعني. انا جلستها على قد ما اقدر، وانا كده كده هعملها المفروض يعني وردات، لو تمت معانا لغاية الاخر المفروض هعملها وردات من فوق ومن الجناب. فانا هحطها في التلاجة بس تتماسك شوية لان الجو حر، وبعد كده نكمل التزيين بتاعها مع بعض. حبيبي انا طلعت الكيك بتاعي او التورته بتاعتي من التلاجة، بعد ما تماسكت شوية الكريمة بتاعتها هبدأ أعمل من تحت وردات كده بإيده صغيرة. بصوا أنا خلصت لأني أنا هعمل أكتر من لون، خلصت الأبيض تحت بس كده الأول، بعد كده هعمل الأبيض برضو من فوق وأخلصه، وبعد كده أبدأ أعمل اللي هو الألوان التانية. انا كده حبايبي عشان ما اطولش الفيديو زينتها التزيين البسيط ده، دي البنوتة اساسا، فحبيت اعملها كأنها بوكيه ورد كله الوانه كده بناتي حلو. فدي كانت النتيجة بتاعتنا. فأنا هحطها بقى في التلاجة تتماسك شوية، وبعد كده نقطعها ونشوفها أنا وانتو الطبقات بتاعتها، ونشوف الحشوة بتاعتها. والمنظر بجد أنا ما كنتش متخيلة إن هي هتطلع بالجمال ده كله، يعني المنظر روعة 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 بصراحة، وكمان الكاميرا ظالمة الشكل. فأنا هخليها بس حوالي نص ساعة كده في التلاجة وبعدين أطلعها نقطعها مع بعض.
أنا كده طلّعت التورتاية بتاعتنا القمر دي بوكيه الورد من التلاجة، مسكت نفسها وبقت متماسكة، هنقطّعها سوا. بصراحة أنا يعني مش هاين عليَّ أبوّظ المنظر الجميل ده وأقطّعها، بجد منظرها بجد يعني ولا أروع من كده، جميلة جدًا، 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 شيك كده ورقيقة وcute. يعني بتدخّل البهجة كده وتخلّي الواحد مبسوط من شكلها كده، بجد منظرها ولا أروع من كده. يا ريت تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. بنفس التزيين ده جميل، والله أنا مش يعني خبيرة في التزيين خالص يعني، بس أنا قُلت أعمل وردات بسيطة كده بألوان فاتحة بناتي كده جميلة، فهنقطعها سوا مع بعض بقى وندوقها. زي ما إحنا شايفين كده منظر الطبقات جميلة إزاي، والكريمة والمانجا باينة، وهنا برضه الطبقات بُصّوا باينة إزاي، جميلة جدًا، جدًا، منظرها ولا أروع من كده بجد. أنا صعبان عليّا إن أنا قطّعتها بالمنظر ده. يعني أنا يعني أنتم أكيد حاسين. يعني شايفين المنظر بجد ولا أروع من كده، جميلة جدًا والارتفاع بتاعها معقول، هي لا رفيّعة ولا عالية أوي زيادة عن اللزوم. منظرها في منتهى الجمال. هندوقها مع بعض ونشوف. شايفين؟ إمم، بجد طعمها ولا أروع، جميلة جدًا، جدًا، جدًا. ويا ريت تشوفوا الفيديو من أوله لآخره، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد مع ميس وعنبر. مع السلامة.